ايوه. نعم. ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. لا يا عم اقفل بقى لما نشوف حكايه الايد ديت كل شويه المصريين ايده ايده. يلا سلام. ايه حكايتنا بقى مع الايد يا جماعه؟ احنا المصريين مشغلين في اللهجه بتاعتنا كل حاجه ايد. تلاقي واحد يقول لك اصله ايده بيضه، ده كرم يعني. واحد تاني يقول لك ايده ماسكه، يا على البخل يا اخي. وايده فرطه، ايه البني ادم الكريم ده؟ ايده طايله، ده بيعرف يجيب الواحد من قفاه. ايده واصله، ايده طويله، ايده خفيفه. من اللي ايده خفيفه ده احنا عارفينه. في اللي ايده مخرومه، في عندنا اللي ايده على قلبه يعني خايف، في عندنا ايد ورا وايد قدام. ده تعبان خالص يعني حالته وحشه. على حطة ايدك اسلم ايدك، ايدك منه والارض. ايدك على ايه؟ على المعلوم، اكيد انت مصري. وايدك على مصروف البيت. على المصيبة الكبيرة دي في الايام البيضة دي. الايد القصيرة وايدي على كتفك، مش ايده اللي في المية مش زي اللي ايده في النار. ايد ورا وايد قدام وعلى حطة ايدك وتسلم ايدك والكلام ده كله. احنا المهم عندنا ايد عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة. ياه، الواحد ايده تعبت من كتر التفكير. مسك التراب بايديه يتحول لذهب. ياه ده راجل جامد. المصريين طول عمرهم بيستخدموا الايد في التعبير عن مشاعرهم الجامدة. ربنا يوفق المصريين. سلام.